لو انت مسافر قريب اوروبا او لو انت اصلا عايش في اوروبا اعمل سيف للفيديو ده وتعالى اقول لك على طريقه تشتري بيها اكل من المطاعم باقل من سعره الطبيعي بكتير، يعني ممكن توفر 80% من سعر الاكل. والفكره ان اوروبا بتهدر سنويا 22 مليون طن من الاكل، اغلب المطاعم والمخابز بترمي الاكل في نهايه اليوم رغم انه سليم تماما. وعشان توفر في فلوس الاكل وانت مسافر وتساعد في تقليل تهدير الاكل لازم تنزل الابلكيشنز دي عندك وتشوف انهي ابلكيشن فيهم موجود في الدوله اللي انت فيها. عندك ابلكيشن زي تو جود تو جو هتلاقي فيه اغلب اوروبا وزيه ابلكيشن كارما، فتعالوا بينا نجرب واحد منهم. وانا قررت هنا ان انا افطر مخبوزات، دخلت الابلكيشن وشفت اقرب مكان وعملت اوردر ورايح عشان استلمه في الميعاد بتاعه، وهتلاقي في المكان علامه للابلكيشن اللي بيتعاملوا معاه. وهنا الموظفه عرضت عليا اختار براحتي اللي نفسي فيه. كل الحاجات اللي انا خدتها دي دفعت عليها 4 يورو بس، وكنت ممكن اخد قدهم مرتين لكن خفت ان انا ارمي الاكل. يعني انت هتاخد كميه اكل كبيره باقل من سعرها الحقيقي بفرق كبير. هسيب لك في الوصف نصايح اكتر ومهمه لازم تقراها، وهسيب لك اسامي الابلكيشنز. تخلي الفيديو ده عندك عشان وقت ما تسافر هتحتاجه.